السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي الحلوين عاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض باقي سلسلة الحروف الهجائية، وهناخد مع بعض حرف الظاء. حرف الظاء طبعا يا أصحابي حرف الظاء أخو حرف الطاء، طبعا هو من الحروف اللثوية زي الحروف اللي احنا كنا واخدينها مع بعض. زي حرف إيه يا أصحابي؟ الذال والساء. برافو، من الحروف اللثوية اللي بخرج فيها طرف اللسان. تعالوا يا أصحابي نتعرف مع بعض على مدلولات حرف الظاء. ظاء ظرف، ظاء ظل، ظاء ظفر، ظاء ظبي، ظاء ظلام. طبعا احنا اتعلمنا مع بعض يا اصحابي الحركات القصيره، وعرفنا ان هما ايه؟ فتحه وكسره وضمه وسكون. تعالوا يا اصحابي نشوف اول حركه، الفتحه ظاء فتحه ظاء. تاني حركه يا اصحابي اتعلمناها مع بعض هي الكسره، ظاء كسره ظي. تالت حركه يا اصحابي ظاء ضمه ظو. طيب تعالوا يا اصحابي نتعرف مع بعض على مواضع حرف الظاء في الكلمه. طبعا يا اصحابي تعرفنا مع بعض على مواضع الحرف في الكلمه، يعني اول الكلمه، وسط الكلمه، اخر الكلمه. طبعا يا اصحابي في اول الكلمه زي ما تعرفنا مع بعض بيبقى فاتح ايديه عشان يستقبل الحرف اللي هيجي في اول في اول الكلمه، فاتح ايديه عشان يستقبل حرف بعد زي الكلمه اللي قدامي دي يا اصحابي. في وسط الكلمه فاتح ايديه الاثنين يا اصحابي، في حرف قبله وفي حرف بعده. وفي اخر الكلمه يا اصحابي ممكن يكون متصل او منفصل زي الامثله اللي قدامي دي يا اصحابي. والنهارده كده ان شاء الله تكونوا اتعلمنا مع بعض حرف الظاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظروني ان شاء الله يا اصحابي في فيديو جديد مع حرف جديد، وما تنسونيش باللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.